السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من حلقات ضيف الأسبوع. يا هلا والله الحبايب، يا هلا بريحة الهني، يا نبلغك عني غايب وبس طلتني يا هلا. وكما أعلنا سابقا ضيفتنا اليوم شمعة أخبار التاسعة على شاشة الMBC سارة عبد العزيز. مش مغرورة بحالي، أنا إنسانية عادية، عزت نفسي بس مالي برفض تتحكم فيي. مش مغرورة بحالي، أنا إنسانية عادية. من خلال فقرة ضيف الأسبوع دائما احنا ناخذ المختصر فقط. نمسي عليك سارة بالخير. يسعد لي مساكم متابعين ابو حسن. حبيتوا تعرفوا علي اكثر عبر اسئلتكم، وان شاء الله بجاوب عليها وتحبوني اكثر واكثر ان شاء الله. أول ما أعلنا أن سارة عبد العزيز ضيفتنا للأسبوع شركة سناب حاستنا حوس. في أحد قال لك قبل أن حظك مو حلو؟ لا، اعتبر نفسي مره محظوظه، وبالعكس اليوم بدايه السنه احس انه اجمل انه اطلع عليكم عبر حسابه. في البداية نبغى البطاقة الشخصية لسارة عبد العزيز، العمر، الحالة الاجتماعية، المؤهل الدراسي. عمري والله ما راح اقوله بس اصغر من اللي تتوقعون. ما دام فيها تحفظ من البداية، طيب الحالة الاجتماعية مواليد وين؟ المؤهل الدراسي. الحاله الاجتماعيه مو مرتبطه لحد الان. مواليد الرياض، شهادتي علوم سياسية واتصال، دبل ميجر بوليتكس وكوميونيكيشن، وأتكلم 3 لغات، الفرنسية من ضمنها. ومن متى بداية سارة الإعلامية؟ ولماذا الإعلام تحديدا؟ بدايتي في الإعلام أعتبرها يوم 3 بشهر 9 2014، يوم غير حياتي للأبد. كنت ميتة خوف وبموت ليش توجهت للإعلام؟ لا، ما توجهت للإعلام من البداية. كانت طموحاتي وما زالت كبيرة وتوصل للسلك الدبلوماسي. الإعلام خطوة. وهذا السؤال أرجو أن لا يكون فيه تحفظ. هل سويتي عمليات تجميل قبل أم لا؟ لا، ما سويت أي عمليات تجميل. قبل سويت فيلر لفمي وندمت عليه اليوم الدين لأنه هزأتوني، فشلته والحمد لله طبيعي. أهم شيء أنت اللي تسأل. عرفت الحين إن ما في ولا عملية تجميل، هي قالت. لكن سارة، أبرز الأنشطة اللي أنت شاركتي فيها إيش؟ أكثر نشاط أفتخر فيه هي حملة سارة عبد العزيز الخيرية، وإن شاء الله بتشوفوا منها كثير سنة 2000. وهذا واحد من المتابعين يقول وش أكثر شيء ينرفز سارة؟ الظاهر ناوي لك على نية هذا. الكذب، مو لأنه شيء أو طبع سيء فحسب، بل لأنه بالنسبة لي استهزاء واستنقاص بذكائي. بما أنك دخلتي عالم الشهرة وعلى منبر يتابعه ملايين الناس، هل الشهرة أضافت لك شيء؟ الشهرة عرفتني بناس اعتبرتهم ولا زلت أعتبرهم نعمة من الله، لأنه محبتهم كنز. من المعروف أن برامج السوشيال ميديا هي الشغل الشاغل الآن وحديث الناس. هل تتفقين أن هذه البرامج أثرت على الإعلام والشاشة؟ نعم، أرى أن السوشيال ميديا أثر على التلفزيون، عشان كذا التلفاز صار يستقطب نجوم السوشيال ميديا، لكن أكيد ما حيلغيه أبدا. مين من الإعلاميات اللي ترى سارة عبد العزيز أنها قدوتها؟ إعلاميا طبعا. أهم إعلامية قدوتك في الإعلام هي مو عربية للأسف، لكنها نصب عيني، حقق اللي سوته وأكثر إن شاء الله. هي أوبرا وينفري، صاحبة البرنامج الحواري الأشهر في العالم. خلونا نروح نشوف مقطع على الطاير ونسأل سارة سؤال. يا حلوين، تو بيس كلكم قولوا يا رب النصر يفوز، يا رب يفوز النصر. طبعا هذا الشيء معروف عند متابعينك. سارة عبد العزيز نصراوية متعصبة، أي مباراة للنصر لازم تسوين فوضى في سنابك طبعا. هل إفصاحك عن ميولك يعني قدام متابعينك ما يأثر على شعبيتك وجماهيريتك؟ ما أتوقع عندك هلالي ولا أهلاوي ولا أبدا، لأنه متابعيني من الهلال والأهلي والفرقة الثانية كلهم عادلون، إن لم يكونوا يتجاوزوا محبة جمهور النصر، لأنه يعرفوني صادقة وأتمنى التوفيق لنادية مثل ما يتمنوا التوفيق لناديهم.
الله يخرب بيت الكورة على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة، على اللي بيشتغل في الكورة، ده يتلعنهم كلهم. والاعلانات التجاريه، ما ادري انا ما قد شفت انك تعلنين واجد، لكن انت مهتمه بمجال الاعلانات؟ ما كنت أهتم في الإعلانات من قبل، لكن بهتم فيها أكثر في 2017 عشان تخشف. لا أمزح، بس أبغى أتعاقد مع أكبر الأسماء إن شاء الله. في نهايه اللقاء هذه 3 صور بحطها لك، معك 10 ثواني عشان تتكلمي عنهم. بمشم كانوا يخوفوني من الإعلام ويقولوا فيه سلبيات كثيرة، هي وازت كل سلبيات الإعلام، فيها طهارة قلب تغنيك عن العالم. حمود الفايز هذا أعتبره أخ وسند في الإعلام، أستاذي في الإعلام، فعلا طور مني وعلمني كثير. صبان شفتها مرة في حياتي، بالنسبة لي كوكب من الأنوثة، تجنن ما شاء الله، يكفي ابتسامتها بسم الله عليك. وفي نهاية فقرة ضيف الأسبوع لا يسعنا إلا أن نشكر الإعلامية المتميزة سارة عبد العزيز على الظهور معنا. سارة، كلمة أخيرة. أعرف أني بربرت عليكم واجد، لكن كلمتي الأخيرة لمتابعين أبو حسن ومتابعيني وكل من أحبني واللي ما أحبني، هدفي في مسيرتي الإعلامية أني أرسم ولو ابتسامة على محيا شخص واحد، فما بالكم بالآلاف والملايين. يا رب يجعلكم دوم من أسعد الناس. مش مغرورة بحالي